السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم سنة تالتة إعدادي في قناتكم ذاكرلي أونلاين. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. خلاص فاضل أيام قليلة جدا على امتحان اللغة العربية الترم التاني، عشان كده هنحل مع بعض النهاردة امتحان مهم جدا في مادة اللغة العربية واللي فيه أسئلة متوقعة بنسبة كبيرة، فركزوا معايا يا شباب وكملوا الفيديو ده للنهاية، لأني هقول لكم على نصيحة حرفيا من ذهب تعملوها قبل امتحان العربي. لو عملتها إن شاء الله أوعدك هتدخل تقفل امتحان العربي أو على الأقل تجيب درجة ممتازة جدا. قبل ما نبدأ في حل الامتحان انزل ادعمنا باللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان تتابع كل فيديوهاتنا أول بأول. أولا القراءة من موضوع فالق الحب والنوى. إنك لتنظر إلى حبة القمح أو نواة التمر فتحسب أنك تنظر إلى قطعتين من الجماد الأصم الأخرس كأنهما حصاتان ألقت بهما الأحداث ثم أهملتهم على أرض يباب. أكمل ما يلي. مرادف يباب يا شباب، يعني إيه يباب؟ على أرض يباب يعني على أرض خراب. طب مفرد الأحداث هقول له الحدث. طب ما حقيقة حبة القمح ونواة التمر ومتى تكتشف تلك الحقيقة؟ هقوله طبعا حقيقتهما أنهما خزنتان اختزنتا طاقة حيوية جبارة القوة. طيب ومتى تكتشف تلك الحقيقة؟ تكتشف تلك الحقيقة حينما يتفتح منهما الثمر، فتجد بقى حبة القمح ينبت منها عود حي يحمل السنابل وكل سنبلة تحمل العشرات من حبات القمح، وتجد نواة التمر ينفجر منها نخلة عملاقة تطرح كل عام عراجينا مثقلة بثمارها الحمراء والصفراء. بعد كده معانا سؤال بيقولك ضع علامة صح أو خطأ. المطلوب منا عند رؤية مظاهر قدرة الله ألا نلتفت إليها. طبعا غلط، ده مطلوب مننا نتفكر ونتأمل في قدرة الله. من قصة طموح جارية بيقولك اختر الإجابة الصحيحة. احتل الفرنج دمياط أيام الملك الكامل بسبب إيه؟ بسبب خيانة الجنود ولا الفرقة والخلاف آنذاك على الملك ولا عدم تزويدها بالذخيرة والأقوات؟ الفرنج يا شباب احتلوا دمياط أيام الملك الكامل بسبب إيه؟ بسبب عدم تزويدها بالذخيرة والأقوات. طب إياك والشائعات وما يذيعه المرجفون. المحذر هنا هو مين؟ خلي بالك هنا بيقولك ايه؟ المحذر مش المحذر، نخلي بالنا من التشكيل. المحذر هنا هو فخر الدين ولا نجم الدين ولا شجر الدر ولا العز بن عبد السلام؟ هقوله المحذر هنا هو فخر الدين، اما لو قال المحذر فهقوله هو نجم الدين. طب لا تكل ولا تمل، ده تعبير بيدل على ايه؟ الذكاء والعبقرية ولا النشاط والحيوية ولا الدهاء والمكر ولا القلق والاضطراب؟ هقوله طبعا بيدل على النشاط والحيوية. حد لا يكل ولا يمل يعني نشيط جدا وحيوي. طب ما مصير لويس التاسع ولماذا قبلت شجر الدر الفدية؟ طبعا كان مصيره السجن والأسر في دار ابن لقمان. طب ليه بقى شجر الدر قبلت الفدية؟ هقوله طبعا لأنها فضلت أن تملأ خزائن الدولة بالمال من فدية لويس طبعا والأسرى اللي معاه على أن تقتلهم، لأنهم أصلا مش هيعودوا شيئا وهيرحلوا بائسين ندمين فرحين بالنجاة من الموت. طيب كيف استقبل الناس خبر تولية شجر الدر ملكة للبلاد ومما كانوا يخافون؟ طبعا الناس فرحوا واحتفلت البلاد بالملكة العاقلة التي ملأ حبها القلوب، وارتفعت بقى أصوات الخطباء في المساجد بالدعاء لها كما تم نقش اسمها على العملة. طب وكانوا خايفين من إيه؟ كانوا خائفين من الفرقة والانقسام وما كان سيحدث إذا تأخرت إقامة سلطان جديد للبلاد. طب بيقولك ضع علامة صح أو خطأ. أسرعت شجر الدر بدعوة حسام الدين وإعادته لقيادة الجيش؟ طبعا غلط، دي أسرعت بدعوة فخر الدين وإعادته لقيادة الجيش. طب نقلت شجر الدر ولاية العهد إلى توران شاه رغم علمها بطيشه؟ هقول له أيوة صح. طب قتل نجم الدين عددا من الأمراء وصادر أموالهم بعد توليه الحكم؟ أيوة صح، عمل كده لأنهم كانوا أمراء حاقدين وكشفهم نجم الدين عن طريق إيه؟ عن طريق جواسيسه اللي كانوا منتشرين في كل مكان. قبل ما نتنقل على مجموعة الأسئلة اللي معانا بعد كده يا شباب،
حابب أفكركم إننا عملنا ملخص لأهم الأسئلة المتوقعة في قصة طموح جارية واللي ممكن تجينا في أي امتحان لغة عربية، علشان إحنا عارفين إن فصول القصة كتيرة ومعلوماتها كتيرة جدا وبتضيع وقت في المذاكرة. عشان كده عملنا لكم ملخص كامل لأهم الأسئلة اللي ممكن تجينا في الامتحان. هسيب لكم الرابط في وصف الفيديو ده وفي أول تعليق مثبت، لازم تشوفوه لأنه مهم جدا. وكمان تقدر تحصل على ملخص القصة في شكل ملزمة PDF سؤال وإجابة لو أنت من الناس اللي اشترت ملازم الدراسات. هسيب لكم رابط التواصل كمان مع خدمة العملاء في وصف الفيديو ده وفي أول تعليق مثبت لمعرفة تفاصيل الملازم اللي بالمناسبة عليها خصم 70% دلوقتي. طب بعد كده يا شباب معانا القراءة متحررة المحتوى. بيقول لك إن تطوير التعليم في مصر هدف منشود، والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة أصبح ضرورة ملحة، ومواكبة التطور الهائل في هذا المجال يدفعنا إلى الاهتمام وينذرنا من التخلف فيه، لأن التخلف معناه خروجنا من حلبة صراع التقدم والرقي بعد أن كنا سادة العالم في العلم والمعرفة في سالف عهودنا. اختر الإجابة الصحيحة. مرادف ينذرنا يعني يعطينا ولا يحذرنا ولا يوقفنا ولا يلهمنا؟ بيقول لك وينذرنا من التخلف يعني يحذرنا من التخلف. طب سالف العهود تعني ايه؟ السابقة ولا الحالية ولا القادمة ولا على مر السنين؟ طبعا سالف العهود يعني العهود السابقة. أقول له الإجابة رقم 1. طب لماذا يجب علينا الاهتمام بالتكنولوجيا في التعليم من خلال الفقرة؟ هقوله طبعا لأنه أصبح ضرورة ملحة لمواكبة بقى التطور الهائل في هذا المجال، لأن التخلف معناه خروجنا من حلبة صراع التقدم والرقي بعد ما كنا سادة العالم للأسف في العلم والمعرفة في سالف العهود. طب السؤال اللي بعد كده بيقول لك ما علاقة يدفعنا إلى الاهتمام بما قبلها في العبارة؟ طب هنا بيقول لك ومواكبة التطور الهائل في هذا المجال يدفعنا إلى الاهتمام. يبقى هقول له هنا إيه؟ ده نتيجة لما قبلها. بعد كده يا شباب معانا أسئلة النصوص من نص سفينة نوح. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. صدق الله العظيم. بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة. المقصود هنا بيخزيه يعني يفقره ولا ينسيه ولا يذله ولا يمنحه؟ بيقول لك يأتيه عذاب يخزيه. يخزيه يعني يذله. طيب مضاد مقيم يعني منقطع ولا مندمج ولا مجتنب ولا منتظر؟ طيب مقيم يعني دائم، عكسها منقطع. الإجابة رقم 1. بيقول لك في الآية الأولى أمر ونهي، وضح ذلك. الأمر هنا في قوله تعالى واصنع الفلك. طب والنهي؟ هقول له في قوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا. والاتنين طبعا غرضهم النصح والإرشاد. طب كان نوح على يقين من نصر الله له، وضح ذلك من خلال فهمك للآيات. هقول له طبعا الدليل انه كان على يقين من النصر انه عندما كان يسخر قومه منه فإنه كان يؤكد لهم أن المؤمنين سوف يرون هلاكهم، وهذا يدل على يقين سيدنا نوح في وعد الله، وذلك في قوله تعالى إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. طب ما الجمال في قوله تعالى واصنع الفلك؟ ده أسلوب أمر يفيد النصح والإرشاد. بدأ الطوفان وارتفعت أمواجه وغرقت الأرض ونادى نوح ابنه ليركب معه ولا يكون مع الكافرين. هات من النص الآية الدالة على هذا المعنى. هقول له إيه؟ هقول له بسم الله الرحمن الرحيم: وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. صدق الله العظيم. هنتنقل دلوقتي بقى شباب لنص تاني مهم جدا وهو نص حب الوطن. ولا خير في من لا يحب بلاده ولا في حليف الحب إن لم يتيم ومن تؤويه دار فيجحد بفضلها يكن حيوانا فوقه كل أعجم. ألم تر أن الطير إن جاء عشه فآواه في أكنافه يترنم. اختر الإجابة الصحيحة. جمع فضل يا شباب إيه؟ فضول ولا فضائل ولا أفاضل ولا فضلا؟ جمع فضل فضول. طب يترنم توحي بإيه؟ بالحزن ولا السعادة ولا الابتسام ولا الشقاء؟ يترنم طبعا توحي بيه السعادة. طب أظهر الشاعر صورة من ينكر فضل وطنه في البيت الثاني، وضح وما المثال الذي ضربه في البيت الأخير؟ هقول له الشاعر في البيت الثاني بيوضح
إن من ينكر فضل وطنه إنما هو حيوان، بل أقل من جميع الحيوانات التي لا تعقل ولا تتكلم. طيب وما المثال الذي ضربه في البيت الأخير؟ المثال هو الطير عندما يعود إلى عشه ويشعر بالأمان فيه فهو يفرح فرحا شديدا. طيب حليف الحب، ما الجمال في هذا التعبير؟ هقوله تصوير للحب كأنه صديق يلازمه ويحالفه، وطبعا ده إيحاء بشدة الإخلاص للوطن. طيب يكن حيوانا، ما علاقتها بما قبلها؟ طبعا دي نتيجة لما قبلها. طب وحيوان جاءت نكرة ليه؟ جاءت نكرة للتحقير والتنفير. النص اللي معانا بعد كده يا شباب هو نص خلال كريمة، بيقول لك والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق، لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة. الإخفاق مضادها إيه؟ الهزيمة ولا السرعة ولا القوة ولا الفوز؟ طب هو الإخفاق معناها إيه؟ معناها الفشل، يبقى مضادها هنا الفوز. طب الإملاق، معنى الإملاق إيه يا شباب؟ معنى مهم جدا وبتكرر كتير، يعني الحاجة ولا الفقر الشديد ولا التملق ولا الانتهازية؟ الإملاق معناها الفقر الشديد. طب للشاعر رؤية واضحة في العلم والأخلاق، وضحها. هقول له الشاعر هنا بيرى أن العلم يكون نافعا إذا كان مقترنا بالأخلاق الحميدة، وكمان إن لم يكن العلم مصونا بالأخلاق التي تسمو وتعلو به كان وسيلة للفشل والضياع. طيب ولماذا بدأ الشاعر بالمال؟ بدأ ليه بالمال يا شباب؟ هقوله لأن حب المال فطرة طبيعية في النفس الإنسانية. طب ما الجمال في قول الشاعر والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم؟ هقوله ده تصوير جميل يصور فيه الشاعر العلم بالحصن المنيع الذي يحمي المال. طب لا تحسبن العلم، لا تحسب العلم، أيهما أجمل؟ طبعا الأول أجمل. طب ليه؟ لأنه أسلوب مؤكد بالنون ليؤكد ضرورة ارتباط العلم بالأخلاق الحميدة. آخر مجموعة أسئلة معانا النهاردة بقى شباب هي خاصة بالنحو، ركزوا معايا قوي في القطعة دي. بيقول لك جنود مصر درع يحميها ويصونها من أي عدوان، حريص على حضارتها ونهضتها، بل هو الأمل المرجو اليوم والمستقبل، ولن يتحقق ذلك إلا إذا درس الماضي مخلصا ورسم المستقبل الباهر واستفاد من آراء سابقيه. أعرب ما تحته خط. بيقول لك الأمل هنا تعرب إيه؟ بل هو الأمل. الأمل هنا تعرب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب يتحقق، بيقول لك ولن يتحقق ذلك. يتحقق هنا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طب مخلصا، بيقول لك إلا إذا درس الماضي مخلصا. طبعا مخلصا هنا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب الباهر، بيقول لك ورسم المستقبل الباهر. الباهر هنا تعرب نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طب استخرج من الفقرة السابقة ما يلي. اسم مفعول، عايزين اسم مفعول يا شباب، هقول له ايه؟ نفكر شوية، هقول له المرجو. طب اسم زمان، سهلة جدا، هقول له المستقبل. طب اسم آلة، اسم آلة هنا يا شباب كلمة درع. طب صيغة مبالغة وزنها. صيغة مبالغة هنا حريص على وزن فعيل. طب بقول لك اختر الإجابة الصحيحة. الرمح والسيف هما اسم آلة قياسيان ولا اسم آلة سماعيان ولا اسم آلة مشتقان؟ هلا طبعا هنا هما اسم آلة سماعيان. السؤال اللي بعد كده بيقول لك النادي ملتقى الأحباب. ملتقى هنا اسم مفعول ولا اسم مكان ولا اسم زمان؟ النادي ملتقى الأحباب، طبعا ملتقى هنا اسم مكان. طب من بين البدائل التالية كلمة واحدة ليست صيغة مبالغة، هي قوي ولا مشيب ولا رحيم ولا عليم؟ كل دول صيغ مبالغة ما عدا كلمة مشيب، الإجابة رقم 2. طب أجب بما هو مطلوب. نحترم كل داعي إلى العمل بإخلاص. صوب الخطأ في الجملة السابقة. الخطأ يا شباب طبعا هنا هحذف حرف الياء في كلمة داعي، هتبقى نحترم كل داعي إلى العمل بإخلاص. طب بقول لك الطالب المتفوق مختار من معلميه. الطالب المتفوق مختار هدفه. ما الفرق بين ما تحته خط في الجملتين السابقتين من حيث الاشتقاق؟ يا ترى ايه الفرق يا شباب؟ هسيب لكم السؤال ده واجب، يا ريت تحلوه وتكتبوا لنا الإجابة في التعليقات، ويا ريت الكل يشارك بالإجابة، عايزين نشوف مين هيجاوب عليه صح.
وبكده يا شباب يكون خلص امتحان النهارده. هقول لك على نصيحه بقى فعلا لو عملتها هتفيدك جدا قبل امتحان العربي وهتدعي لنا بعدها. كتير منكم بيبقى مش عارف يعمل ايه قبل الامتحان بيوم او يومين، علشان كده احنا عملنا لكم قائمه تشغيل فيها اهم امتحانات اللغه العربيه المتوقعه لسنه 2024 واللي فيها أسئلة في منتهى الأهمية. القائمة دي فيها أكتر من 8 امتحانات مهمين جدا، يعني كلهم على بعضهم لو دخلت شفتهم مش هياخدوا منك ساعة ونص أو ساعتين بالكتير. هسيب لكم رابط قائمة التشغيل في وصف الفيديو ده وفي أول تعليق مثبت، أو هتلاقيها ظاهرة قدامك دلوقتي على الشاشة. اضغط عليها ولازم تشوفها ليلة الامتحان، لأن صدقني هتفيدك جدا جدا. وفي النهاية لو شايف انك استفدت من الفيديو ده ما تنساش تدعمنا باللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان تتابع كل فيديوهاتنا أول بأول. سلام.